بيقولوا ان الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الحسنه، وانا بقول لك يا صاحب شخصيه اللون الاخضر الداعم بلا حدود ان الطريق لضغط الدم والسكر مفروش بكلمه حاضر، اللي كتير بتقولها وانت من جواك عايز تقول لا. طيبتك اللي توزن بلد دي هي بالظبط اللي مخلياك شيال الحمول لزمايلك، لدرجه انك بقيت الملاذ الامن لكل واحد عايز يزوغ من شغله ويشيلهولك بابتسامه لزجه. تخيل المشهد ده معايا، انت في مركب وسط البحر ومعاك زمايلك، والمركب يبدا يغرق بسبب وزن الاحمال الكتير اللي عليه. القبطان امر بتخفيف الاحمال، فكل واحد من زمايلك بدل ما يرمي حمله في الميه قرر يرميه عندك في ركنك الخاص عشان هو يرتاح، وانت من كتر ذوقك وخجلك بقيت بتستقبل الشنط وتقول معلش معلش. فجاه لقيت نفسك محاصر بشنط من كل حته، مش عارف تتحرك. المركب بيميل ناحيتك. في اللحظه دي بصيت لزمايلك لقيتهم واقفين في الناحيه الثانيه الفاضيه بيضحكوا وبيشربوا قهوه وباصين لك بمنتهى الهدوء، وهم بيشجعوك وبيقولوا لك شد حيلك يا عمده احنا واثقين فيك. السؤال هنا، هل ذوقك هينفعك وانت بتغرق، ولا الاصول كانت بتفرض عليهم ان هم يشيلوا شيلتهم؟ النهارده بنفتح ملف وش الحمال. المتلاعب بيلعب هنا دور المسكين اللي الدنيا جايه عليه وعارف انك ابن بلد وما تحبش تكسف حد. الحكايه بتبدا بمعلش يا عمده انت عارف انك الوحيد اللي بتفهم فينا وانا معتمد عليك، وبتنتهي بانك قاعد لوحدك في المكتب بتخلص شغل اشخاص زمانهم دلوقتي بيتعشوا في بيوتهم، وهم اول ناس هيحاسبوك لو غلطت في حرف. الثغره هنا هي خوفك الشديد على زعل الناس. انت عندك اعتقاد ان كلمه لا هي قله ذوق او خروج عن البروتوكول. المتلاعب هنا صياد بالفطره، بيقدر يشم ريحه احراجك فبيبدا يحملك فوق طاقتك. النتيجه انك انت بتغرق في التفاصيل. هو بياخد اللقطه او على الاقل بيرتاح على حساب اعصابك وسهرك. عشان نحمي الاستاذ عماد ونعلمه ازاي يسترد وضعه وبرستيجه، هقول له اول حاجه الرفض بشياكه. الرفض فن مش عناد. اتعلم تقول يا ريتني كنت اقدر اساعدك بس للاسف جدولي الفتره دي مش مستحمل اي حاجه زياده. 2، استخدم التوصيف الوظيفي. لو الشغل مش بتاعك ما تلمسوش الا بطلب رسمي. في الحياه عموما الخدمات المجانيه بتتحول مع الوقت لواجبات اجباريه. 3، بلاش دور البطل الخارق الهيرو، انت واحد زميل مش منقذ. ساعد لو قادر واعتذر لو مجهودك بيتم استغلاله. المره الجايه لما زميل يحدف لك شغله بكلمتين حلوين بص له بابتسامه رايقه كده وقول له انا مقدر عشمك فيا بس انا واثق في قدراتك وانك انت تقدر تطلع نتائج احسن مني بكتير، وسيبه وامشي. مفعولها اقوى من السحر. يا استاذ عماد الطيبه اللي من غير انياب بتبقى دعوه مفتوحه للاستغلال. خليك ذكي زي القائد الحازم، قلبك ابيض ونيتك صافيه بس حدودك مرسومه وبالادب. وتذكر اللي بيشيل شيله غيره بيتحاسب على غلطات غيره. الخجل كان اول ثغره في شخصيه اللون الاخضر. استنوني الحلقه الجايه عشان هنشوف ازاي المتلاعب بيستخدم الابتزاز العاطفي ويخلي الاستاذ عماد يحس بالذنب لمجرد انه فكر شويه في نفسه. هل فعلا ممكن يتم تثبيتك بسبب الكسوف؟ رد عليا في التعليقات باكتر موقف محرج اتحطيت فيه. سلام.